مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقات نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية التي نسهلها بالعناوين. الجمعية الوطنية للسرطان تعقد مؤتمرها التأسيسي. تنظيم ورشة عمل لتطوير سباق الهجن. جمعية الخدمات السياحية تناقش تطوير أداء تقديم خدمات السياحة في مدينتي ملقي وشامبيكو. بوتين يوقع معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية. الرئيس الصيني يشيد بفصل جديد من العلاقات مع اندونيسيا. وتايوان تتسلم صواريخ أمريكية يصل مداها إلى 300 كيلومتر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت الجمعية الوطنية للسرطان يوم أمس 9 نوفمبر مؤتمرها التأسيسي تحت شعار فلنحارب السرطان بالابتسامة والصمود، وذلك في العاصمة أسمرة. وأوضحت عضوة اللجنة المنظمة السيدة روما جابريسوس في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر الذي افتتح بحضور وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين ووزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأولغا براب، أوضحت أن مؤسسي هذه الجمعية هم من عانوا ولا يزالوا يعانون من أمراض السرطان المختلفة، وأن الهدف من هذا المؤتمر هو مكافحة المرض وتخفيف التحديات التي يسببها المرض، بالإضافة إلى العمل لرفع الوعي العام وتصحيح المعتقدات التي تعلقت بهذا المرض في مجتمعاتنا الإريترية. وأفاد المدير العام بالصحة العامة لدى وزارة الصحة الدكتور عند برهان تسفاسيون أن عدد الإصابات بأمراض السرطان المختلفة في عام 2022 حسب الدراسات وصلت إلى 20 مليون حالة على مستوى العالم، كما تشير الأبحاث احتمال ارتفاع عدد الإصابات إلى 35 مليون حالة بحلول عام 2050، وأن المرض يعتبر أحد الأمراض المقلقة في إريتريا، وأنه يتم إنشاء مركز لمعالجة السرطان داخل مستشفى أروتا الوطني، بالإضافة إلى تجهيز الإخصائيين والكوادر الطبية اللازمة لتجهيز المركز. وانتخب المشاركون اللجنة التنفيذية التي ستعمل لمدة 3 أعوام بعد التشاور على ميثاق الجمعية وتصديق ما تم الموافقة عليه. ونشد المشاركون الجهات المختصة والجمعية للعمل على تقديم خدمات معالجة السرطان مجانا، والتركيز على تنوير وتوجيه المجتمع على آليات التعرف المبكر للأمراض السرطانية والوعي في التعامل معها، وتجهيز مراكز معالجة السرطان متكاملة وكافية داخل البلاد تجنبا للمنصرفات والتكاليف العلاجية العالية التي يعاني منها المواطنين لتلقي العلاج اللازم خارج البلاد. نظم الاتحاد الوطني لسباق الهجن ورشة عمل يوم 8 نوفمبر في أسمرة لنهضة وتطوير سباق الهجن في البلاد. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخلف الورشة أن جهود محدودة ظلت تبذل لجعل سباقات الهجن الذي يعتبر من تراثنا جزءا من الأنشطة الرياضية الوطنية. وذكر المشاركين لتعزيز المساهمة لتطوير سباق الهجن وضعا في الاعتبار الموارد الموجودة. وقال رئيس الاتحاد الوطني لسباق الهجن السيد صالح أبو بكر إن الورشة هي استمرار للعمل الذي يقوم به الاتحاد الوطني، وذكر أن هذه المناسبة ساعدت في رسم خطة استراتيجية من خلال التقييم الدقيق للأنشطة والتحديات على أرض الواقع، فضلا عن وضع الرياضة وتطورها على المستويين المحلي والعالمي. واقترح المشاركون ضرورة توسيع أنشطة سباقات الهجن التي تقتصر على مهرجانات محدودة، والعمل بجدية على توفير الموارد والقدرات في الأقاليم، وإعداد قواعد وإرشادات لتطوير القطاع من نشاط تقليدي إلى رياضة حديثة، فضلا عن إرساء بنية تحتية للسباقات، والقيام بأنشطة توعية لزيادة ترسيخ المعرفة والوعي لدى المجتمع الرياضي. وقال السفير زمدة تخلف في ختام ورشة العمل إن الورشة ستلعب دورا ملموسا في التطوير المستقبلي للرياضة، داعيا الدفع بأعمال الدراسات والاستكشافات التي بدأت.
نظم المختبر الوطني للصحة الحيوانية والنباتية دورة تدريبية من 4 إلى 8 نوفمبر في أسمرة، وقد جرى ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول علم الأمراض الوبائية والوسائل المتطورة لإعداد التقارير. تضمن التدريب النظري والتطبيقي أهمية إجراء الدراسات الوبائية وطرق مكافحة الأوبئة وجمع البيانات والأساليب المتطورة لتقديم التقارير وكيفية التعرف على الأمراض الوبائية والوقاية منها. وذكر مدير المختبر الوطني لصحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة الدكتور إفريم جبر مسكال ذكر تقديم معلومات حول الاحتياطات التي يجب على المهنيين اتخاذها قبل تفشي الأمراض الحيوانية الوبائية. وقال مستشار وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المختبر الوطني للصحة الحيوانية والنباتية السيدة مانيل نجاسي أن التدريب سيسهم في السيطرة على الأمراض الوبائية والقيام بالفحوصات المخبرية. وقال ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إريتريا الدكتور ميكائيل جبر هيوته إنه ينتظر من المتدربين المساهمة بشكل كبير من خلال تحسين كفاءاتهم وقدراتهم، مشيرا إلى أن العمل لن يكون مثمرا دون إعداد التقارير المرتكزة على المعلومات الوافية. وأفاد النيجيريون المشرفون على التدريب أن تبادل الأفكار مع المهنيين الإريتريين أثرى التدريب ومنحهم الرضا. شارك في التدريب خبراء من وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الثروة البحرية وكلية الزراعة في حمل معلوم. ناقش مكتب جمعية الخدمات التجارية بإقليم القشبركة تحسين وتطوير أداء المحلات التجارية التي تقدم خدمات سياحية. وأوضح مسؤول مكتب الجمعية في الإقليم السيد فرزقي تسفاقرقيش أن الجمعية بالتعاون مع مكتبي السياحة والضرائب تعمل على رفع وعي أصحاب المحلات التجارية على فهم تقديم خدمات مثالية ودورها في التأثير على السياحة الداخلية بتعريف الثروات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة التي ينشطون فيها تجاريا بأساليب مختلفة. وأوصى مسؤول مكتب الدراسات ومتابعة الثروات في مكتب السياحة السيد سمرت جبر مدهن أصحاب محلات الخدمات السياحية، أوصاهم بتقديم خدمات أفضل ترضي رغبات واحتياجات الزوار والعابرين، كون أدائها يأثر على قطاع السياحة الداخلية بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة. وأوضح مسؤول مكتب الضرائب السيد مانيل جيتون بدوره عن طرق دفع الضرائب والمستحقات النظامية ومدى العبء الذي ينتج عن تراكم الديون الغير مدفوعة بسبب عدم وعي أصحاب المتاجر. وطالب المشاركون في الختام زيادة مكاتب دفع الضرائب والاهتمام في توفير المنتجات المحلية وطرق توزيعها. عقد مركز شرطة قرورة سيمينارا تنويريا لرفع المعرفة القانونية لدى الشباب ل 350 طالب من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في هميم. وناشد قائد المركز العريف أول إبراهيم عمر الشباب والطلاب على التحلي بالقيم الحميدة التي يعرف بها المجتمع الإريتري بعد توضيح أهمية المعرفة القانونية في مكافحة الجرائم والمخالفات. وأضاف أن مكافحة الجرائم والمخالفات لا تقتصر على الشرطة والجهات الأمنية والإدارات فقط، بل هي من أهم مسؤوليات المجتمع تجاه التعايش وحفظ السلم والأمن العام. وأكد المشاركون أن السيمينار مكنهم من فهم الكثير الذي كانوا يعتبرونه كأمور عابرة وأنها لا تخصهم ولا تؤثر عليهم بأي طريقة كانت، وأنهم جاهزون لتبادل الآراء ورفع وعي زملائهم الشباب. مشاهدينا، تابعنا حصيلة الأنباء المحلية، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية، بينما تقول كييف وواشنطن إن جنودا كوريين شماليين على وشك الانضمام إلى القوات الروسية في محاربة القوات الأوكرانية. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية أبرمت هذه المعاهدة خلال زيارة نادرة لبوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو الماضي، وتنص خصوصا على مساعدة عسكرية فورية متبادلة في حال وقوع هجوم ضد أحد البلدين. وصادق مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي على هذه المعاهدة في 8 نوفمبر، وكان يجب أن يوقعها الرئيس الروسي لتدخل حيز التنفيذ. ويضفي الاتفاق طابعا رسميا على أشهر من التعاون الأمني المعمق بين البلدين الحليفين طوال فترة الحرب الباردة.
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين بنظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو الذي يقوم بأول رحلة خارجية تهدف إلى تعزيز مكانة جاكرتا على الساحة الدولية. تعد الصين واندونيسيا حليفين اقتصاديين رئيسيين، ولكن البلدين دخلا في مشادات كلامية بشأن الأحقية بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. وأكد شي لبرابو أمام الصحفيين أن بلاده حريصة على العمل مع اندونيسيا لكتابة فصل جديد من الاعتماد على الذات والتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين كدول نامية كبرى. من جانبه قال الرئيس الإندونيسي إن العلاقة بين البلدين تزداد قوة ومتانة. وبعد محادثاتهما وقع مسؤولون من البلدين سلسلة من الوثائق بما في ذلك مذكرات تفاهم بشأن السلامة البحرية والتعاون في مجال الموارد المائية. وصلت إلى تايوان دفعة أولى من أنظمة صواريخ عسكرية مصنوعة في الولايات المتحدة يبلغ أقصى مدى لها 300 كيلومترا بحسب ما قاله مصدر عسكري لوكالة الأنباء المركزية التايوانية. وقال المصدر إن الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ العسكرية التكتيكية من طراز MGM-140 التي اشترتها تايوان من الولايات المتحدة تم تسليمها مؤخرا. وفي تقريرها الدفاعي لعام 2023 قالت تايوان خلال العامين الماضيين وافقت الولايات المتحدة على توريد وبيع الأسلحة والمعدات إلى تايوان بما في ذلك أنظمة هيمارس. تجدر الإشارة إلى أن واشنطن تعتبر منذ فترة طويلة أهم حليف وأكبر مورد للأسلحة لتايبيه، مما أثار غضب بكين التي تعارض الخطوة وكانت قد نددت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان، وحذرت واشنطن من القيام بهذه الخطوة. ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي وقع في هذا الأسبوع في الكاميرون إلى 12 قتيلا وفقا لإحصاء محطة التلفزيون الحكومي CRTV. واستبعدت السلطات العثور على ناجين بينما لا يزال عشرات الأشخاص مفقودين بحسب فرانس بريس. وقال أوغسطين أوافونكا حاكم غرب البلاد لقناة CRTV إنه لم تعد هناك أي فرصة للعثور على ناجين، ولا تزال عمليات البحث جارية بمساعدة متطوعين. وكان تعرض غرب الكاميرون لحادث انهيار أرضي مروع في الطريق السريع الرئيس سانشو داشانغ. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. الجمعية الوطنية للسرطان تعقد مؤتمرها التأسيسي. تنظيم ورشة عمل لتطوير سباق الهجن. جمعية الخدمات السياحية تناقش تطوير أداء تقديم خدمات السياحة في مدينتي مولقي وشانبيكو. بوتين يوقع معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية. الرئيس الصيني يشيد بفصل جديد من العلاقات مع اندونيسيا. وتايوان تتسلم صواريخ أمريكية يصل مداها إلى 300 كيلومتر. سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات للفريق العمل. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.